السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وصفة جديدة من مطبخنا، مطبخ الماسة. الصيف جه. الصيف يعني ايه؟ يعني ايس كريم، يعني حاجات ساقعة، يعني ندلع نفسنا وندلع الولاد بأحلى ايس كريم في البيت يعمل معانا كمية كبيرة بدل ما نشتريه من بره. احنا عارفين بولة الايس كريم دلوقتي بقد ايه. هنعمل معانا كذا طعم. هيطلع معانا كريمي وبالجمال ده. تابعي معايا الفيديو للاخر، واللي لسه لاول مره يتابعني ما ينسانيش باللايك والشير ويفعل لي زر الجرس. ده معانا كوبايتين من الحليب، نص كوبايه من الكريم شانتيه، معانا كمان 3 معالق من الباستر كريم او الباتيسير، معانا معلقتين كبار من اللبن البودر، معانا 3 معالق من السكر البودر. هنجيب بوله فاضيه وهنبدا نتعامل بالمضرب الكهرباء، ممكن في الخلاط مفيش اي مشكله. هنضيف كل المكونات بتاعتنا الجافه على بعضها. بعد كده هننزل بكوبايتين الحليب، هننزل كمان بفانيليا. نزلنا بكوبايتين الحليب بكوبايتين الحليب دول كان في الفريزر يا جماعه. لازم تحطيهم في الفريزر عشان يتماسك بسرعه مع الكريم شانتيه. نفضل نضرب فيهم لحد ما يوصل للقوام ده. احنا مش عايزين القوام التقيل بتاع الكريمه اصلا. الاطعمه اللي احنا هنعملها كانتالوب، وده معانا قلب الكانتالوب. هقول لكم هعمل بيه ايه. المانجا زي ما انتم شايفين مشبره معانا، التلج عليها اهو، مخارجه من الفريزر. معانا معلقه كبيره من الكاكاو الخام الاسباني، معانا معلقتين كبار من عصير الليمون. جبنا قلب الكنتالوب ضربته في الخلاط مع معلقه صغيره من الحليب. الكنتالوب ده انا عامله فيه ايه، جايباه مقطعاه مكعبات، حطيته في الفريزر لحد ما تلج. هنحطه في الخلاط دلوقتي نضربه. وانا بحطه في الخلاط يا جماعه هناخد معلقتين من الخليط بتاعنا اللي احنا ضاربينه ده عشان يمشي الخلاط بس. ضربته وزودت الكريمه وعايزه اعزز لونه، هنضيف عليه لون اخضر، وهنضيف كمان قلب الكنتالوب اللي احنا ضاربينه، ونقلب كل المكونات دي مع بعضها. بكده الايس كريم بتاع الكنتالوب يكون جاهز. تاني طعم هنعمله هو الشوكولات. هننزل بكمية من الخليط بتاعنا، وهنضيف عليها معلقة الكاكاو الخام الاسباني ونقلب. ضيفي سكر مع كل طعم هتحطيه. انا حاطه بس معلقتين 3 من السكر البودر، لا ده مش كفايه يا جماعه. عندك الكاكاو الخام الاسباني اصلا مر. هنضيف سكر، انا ضفت سكر اهو بودر حوالي معلقتين سكر بودر. هنبدا نخبطه في الرخامه عشان نساوي سطح الايس كريم. تاني طعم المانجا هنعمله نفس الكنتالوب بالظبط. قطعنا المانجايه وعملناها قطع، حطيناها في الخلاط، حطينا عليها معلقتين 3 من الخليط بتاعنا اللي هو الاول خليط عملناه عشان يمشي معانا الخلاط. طلع معانا بالشكل ده. هنبدأ نضيف الكريمة، نخبط برضو على الرخامة عشان نساوي السطح كده. المانجا كمان خلصت معانا. اخر طعم من الاطعمة هو الليمون. ضفت السكر، كل مرة بضيف سكر معاهم. ضفنا السكر مع الليمون، وبعد كده نزلنا على اخر شوية معانا من الكريمة. هنقلبهم كويس جدا مع بعض. الليمون بتاعي ده كان ليمون اخضر، هضيف نقطة صغيرة من لون الطعام. الالوان دي صحية، ما تقلقوش منها خالص. ضفنا لون ادى معانا لون اخضر خفيف قوي. بكده خلصنا معانا الاربع اطعام اللي احنا عملناهم. ممكن تعمليه فراولة، ممكن تعمليه اوريو، ممكن تعملي في اطعمه كتير جدا ممكن تعمليها. دخلناه التلاجة. انا كنت عامله الفيديو بتاعي ده من بالليل، دخلته التلاجة لتاني يوم الصبح. ده معانا تاني يوم الصبح. كده تاني يوم الصبح بعد ما شاء الله ما تماسك، اللهم بارك. طبعا من احلى الاطعمه اللي انا حسيت ان هي جميله كان الليمون والمانجا والشوكليت. الكنتالوب انا ماليش فيه اصلا، تقيل جدا على قلبي. دلوقتي عملنا طلعتهم من الفريزر، سبتهم يفكوا شويه عشان تقدري تطلعيهم. اعذروني انا مش متمكنه في المعلقه بتاعه الايس كريم دي، مش بطلعهم مظبوطين. بس اللهم بارك كانوا كريميين جدا، كان طعمه حلو قوي. سكرهم مظبوط، ما تنسيش تزودي سكر لان انتي عارفه المانجا فيها هتلاقيها مالحه. عندك الكاكاو الخام مر، الليمون حامض. فلازم تزودي سكر في كل الاطعمه بتاعتنا. دي المانجا بقول لكم اعذروني تاني مش بعرف استعمل المعلقه. ولازم تسيبيه يفك على فكره، هو كده كان متماسك قوي، كان لازم اسيبه يفك شويه عشان اقدر اطلعه بالمعلقه كويس. كده حطينا المانجا
بس بامانه كان طعمها حلو جدا. انا حبيت المانجا جدا، تحس ان هي حاجه فريش كده طبيعي، طعم المانجا بيور قوي وباين فيها. ما تنسونيش باللايك والشير، وسيبي لي كومنت وقولوا لي جربي الايس كريم وقولوا لي رايكم فيه ايه. ده الكانتالوب. ده كان متجمد بقى، ما كانش راضي يطلع خالص. كان المفروض اسيبه شويه، بس عشان التصوير كان لازم انجز، وطبعا بنتي كانت واقفه فوق دماغي بسم الله ما شاء الله عايزه تاكل ايس كريم. بكده يبقى خلصنا الأطعم بتاعتنا. نبدأ مع بعض بقى ندوق. كان عندي فورماسيل شوكليت وفورماسيل ألوان، بدأت أشكل كده ندلع طبق الآيس كريم. لو انتي هتجيبيها من بره بولة الآيس كريم دي، لا هتلاقيها بمبلغ. انتي عملتيها في البيت وبكل سهولة وبكمية حلوة جدا، هتاكليها مرة واتنين وتلاتة. بكده نبقى عملنا الاربع اطعمه بتاعتنا وحطينا عليهم الفورماسيل. هنبدا بس نغير عشان الاخضر ما يبقاش جنب بعضه، نكسر اللون. ندوق، نيجي مع بعض بقى ندوق الاطعم بتاعتنا واحده واحده. المانجا كانت كريميه جدا، مجرد ما تحطي المعلقه فيها تلاقيها بتدوب معاكي. الكنتالوب انا ما حبيتوش لان انا ما بحبوش اساسا الكنتالوب نفسه. الشوكولاته برضو كانت حلوه قوي. الليمون، انا ولادي انا عندي ليا ابني من عشاق الايس كريم الليمون، حبوه جدا 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 جدا. وبكده اكون خلصت الفيديو بتاعنا. واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة من مطبخنا مطبخ الماسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.